شرطة العراق 16 لقب دوري 1962 1963. ثم حقق اللقب 4 نسخ متتالية من بطولة الدوري. ويذكر أنذاك أنه لن يخسر أي مباراة خلال هذه ال4 مواسم: 1966 1967 1968. ثم بعد موسمين حقق اللقب السادس في تاريخه 1971. بعدها بموسمين حقق اللقب السابع عام 1979، ثم الثامن 1998. في موسم 2002-2003 من الدوري العراقي الممتاز كان نادي الشرطة يتصدر جدول الترتيب بعد خوضه 27 مباراة، حيث حقق 20 فوزا و5 تعادلات، وتعرض لهزيمتين فقط، مسجلا 61 هدفا واستقبل 23 لجمع 65 نقطة. ومع ذلك لم يستكمل الموسم بسبب اندلاع الحرب في العراق عام 2003، مما أدى إلى إلغاء الدوري. واعتبر نادي الشرطة بطل غير متوج. مر الشرطة بظروف وانتكاسات كبيرة، حيث غاب عن التتويج 10 سنوات، وهذه أكبر مدة يغيب عنها نادي الشرطة العراقي عن تحقيق اللقب. ثم حققه عام الرأو 2012-2013 في موسم 2013-2014 من الدوري العراقي الممتاز. أنهى نادي الشرطة الموسم في المركز الأول، متصدرا جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن نادي أربيل، ومع ذلك لم يمنح الفريق لقب بطولة رسميا، حيث قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إنهاء الموسم مبكرا في 18 يونيو 2014 بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد. تم اعتماد الترتيب النهائي كما كان في آخر جولة لعبت، وتم تسمية الشرطة متصدر للدوري واعتبر بطل غير متوج. استمر نادي الشرطة في العطاء وحقق اللقب 12 عام 2018-2019. عاد الشرطة لسلسلة متتاليات وحقق 4 ألقاب متتالية في الأعوام التالي 2021-2022. حقق نادي الشرطة عدد من الأرقام القياسي، وهي أكثر فريق حصدا للنقاط برصيد 91 نقطة. الفريق الوحيد الذي انتصر على جميع الأندية ذهابا وإيابا. الفريق الوحيد الذي انتصر على جميع الأندية في موسم واحد. الموسم التالي حققه عام 2022-2023 وحقق اللقب 15